السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت حابب أتكلم معاكم في الفيديو دي شوية عن الكرة العالمية والكرة المصرية شوية في بعض الحاجات. يعني احنا في الفترة الأخيرة خدناها ك مصدقات كده عندنا، اللي هي أي مدرب ينجح أو يأدي مع فرقة معينة عندنا، ده جوارديولا العرب، ده جوارديولا أفريقيا. خدنا جوارديولا كأنه مقياس للنجاح أي مدرب. أنا عكس كده خالص، أو أنا من وجهة نظري إن هو إنه في عوامل ساعدت جوارديولا على النجاح، عوامل كثيرة ساعدت جوارديولا على النجاح. يعني فترة جوارديولا مع برشلونة، لما أنت تعال نبص على جوارديولا مع برشلونة من 2009 لحد 2011 كان مين في برشلونة؟ فرقة لا تقاوم، فرقة انت معاك ميسي في عز مجد ميسي، فالديز، بيول، بيكيه، ماركيز، أبيدال، ألفش باك يمين، ثلاثي وسط. أنا من وجهة نظري حاجة ما حصلتش. بوسكيتس، تشافي، انيستي، في، إيتو، هنري، وميسي. ده غير اللعيبة اللي تعاقبت عليه زي بيدرو. عوامل تساعد وتنجح أي مدرب، عوامل تساعد وتنجح أي مدرب. دي اللعيبة اللي ساعدت جوارديولا في برشلونة. هل هو مثلا مدرب وحش؟ لا طبعا، ما حدش قال كده، هو مش مدرب وحش، لكن احنا مفخمين قوي في قدرات جوارديولا، مخلين هو اعظم مدرب في التاريخ واعظم. انا من وجهة نظري المدرب اللي هو بيمسك فرقة عندها امكانيات محدودة بيقدر انه يطورها، ويقدر انه يحقق بيها بطولات خلال سنة 2-3، بيقدر يحقق بطولات. لكن احنا لما نشوفه مسيرة جوارديولا عامة نلقى انه بداياته مع برشلونة كان معاه فرقة تبقى افضل بداية لأي مدرب انه يبقى معاه فرقة زي كده. زي ما انا قلت لحضراتكم ان هو كان معاه فالديز في الجون، معاه خط الدفاع ورا بيول وبيكيه وماركيز، معاه باك يمين ألفش، كان معاه باك شمال أبيدال، وحصل بعد كده جورد ألبا. في نص الملعب كان كيتا وبوسكيتس ويايا توري وتشافي وإنيستا والخط الأمامي ده حدث ولا حرج، ميسي وهنري وإيتو وديفيد فيا وبيدرو. كان لعيبة عظام، لعيبة تساعد أي مدرب. فلما يبقى معاك أنت اللعيبة دي، وأنت برضو مدرب كويس، مدرب ما حدش يقدر يقول في حاجة، مدرب كويس، فأكيد هتنجح. حقق دوري أبطال في 2009 و2011 مع برشلونة، حقق الدوري الأسباني، وحقق كأس عالم الأندية، وحقق كل حاجة. فإنه هو في سنة حقق سداسية، تمام. لكن هل هو مثلا بعد كده راح بايرن ميونخ؟ هل هو لما راح بايرن ميونخ راح على بايرن ميونخ وهي فرقة واقعة، أو فرقة ما محققش حاجة وبعد كده هو حقق وحولها لفرقة تانية خالص؟ لا، انت رايح على بايرن ميونخ وهو بطل الثلاثية، واخد دور الأبطال، واخد الدوري، واخد الكاس، واخد الثلاثية. عملت أنا من وجهة نظري ما ضفتش حاجة، أنت ما ضفتش حاجة في
بايرن ميونخ. فشلت على مدار 3 مواسم متتالية مع بايرن ميونخ انك انت تاخد دوري الابطال او حتى توصل مباراة نهائية. فشلت. حققت الدوري الالماني وحققت السوبر الاوروبي اللي هو وصلت له ولعبت له الماتش ده بناء على انه بايرن ميونخ كان بطل دوري الابطال. على فكرة ماتش السوبر الاوروبي كان ضد تشيلسي مورينيو، وكان يعني مورينيو متسيد المباراة، كان يلعب بحدود إمكانياته وحجم بايرن ميونخ وجوارديولا، وكان حاجة أدى ماتش روعة يعني. فالخلاصة يعني إنه نكمل مثلا مسيرة جوارديولا. ساب بعد 3 سنين ساب بايرن ميونخ وراح على مانشستر سيتي. راح على مانشستر سيتي وكلنا عارفين هو ليه اختار مانشستر سيتي. اختار مانشستر سيتي انه هيلقى البذخ وهيلقى السيولة المالية اللي هو عاوزها، اللي يقدر من خلالها يجيب اللعيبة اللي هو عاوزها. احنا نتخيل ان هو في خلال 5 أو 6 مواسم مع مانشستر سيتي انفق يعني اكتر من مليار يورو او مليار جنيه استرليني على لعيبه. السكواد اللي عند جوارديولا في مانشستر سيتي انا من وجهة نظري مش موجود في العالم كله، يعني مش موجود في العالم كله انه خط الدفاع مثلا انت بتستخدم 2 في 4 من روبن دياز الستونز للباقي لابورت يعني عندك باك يمين حاجة يعني بوكر. كانسيلو انا اشهد له انه كانسيلو فعلا هو اللي اخترعه في المكان الباك الشمال ده. عندك نص الملعب حاجة جامدة خالص. نص الملعب يعني لعيبة من فودن المحرز اللي برناردو سيلفا دلوقتي هالاند، يعني سكواد عالي خالص وسكواد ينجح اي مدرب. مع ذلك انا من وجهة نظري ان هو برضو راح على مانشستر سيتي وهو بطل الدوري الانجليزي مع بيلغريني، يعني ما راحش على مانشستر سيتي وهو بعيد من الدوري مثلا 10 15 20 سنة، لا هو راح على مانشستر سيتي وهو بطل الدوري الانجليزي مع بيلغريني. الفكرة في ايه؟ الفكرة انه جوارديولا مدرب كويس مش ينكر كده، لكن احنا عندنا مبالغة يعني مش شايف لها يعني مبرر في تفخيم جوارديولا. يعني لما راح كلوب على ليفربول، انت رايح على ليفربول وهو ابيض ورد، يعني مفيش حاجة، ابيض والدنيا تمام، الدوري بعيد عنه بقاله 30 سنة، ودوري الابطال بس اللي هو كان واخده في 2005 يعني برضو ليه بتاع اكتر من 10 12 سنة. شوف النقلة النوعية النقلة الكبيرة اللي عملها كلوب ليفربول. حقق معاه الدوري الانجليزي بعد اكتر من 31 سنة غياب، حقق معاه دوري الابطال ووصلوا نهائيين دوري الابطال، النهائي خسروا قدام الريال مدريد، برضو نهائي يعني الله يسامح الحارس ناس اسمه. نقلة كبيرة، حط ليفربول في مقدمة الأندية الأوروبية. دي المدرب اللي هو غير فريق، غير أسلوب وغير أداء وغير تاريخ وعمل تاريخ. وبرجع بقول برضو إنه جوارديولا مدرب كويس، لكن إحنا عندنا تفخيم زيادة عن اللازم في جوارديولا. يعني زي مثلا ميكيل أرتيتا، البيع من السنة دي ميكيل أرتيتا مع الأرسنال بالأداء اللي بيقدمه الأرسنال السنة دي يحترم، بغض النظر حتى لو ما خدش الدوري يحترم.
يحترم مدرب بالامكانيات دي. انت بص على سكواد، بص على سكواد ارسنال وقارنه بباقي الانديه، لا يعني اقل بكثير، اقل بكثير من يعني، من وجهه نظري ان هو اقل حتى من توتنهام كاسكواد لعيبه، كافراد، كافراد اقل من توتنهام، اقل من مانشستر سيتي، اقل من ليفربول، اقل من مانشستر يونايتد. ومع ذلك دي تيجي مهارة المدرب. المدرب برضو عنده مهارة زيها زي اللعيب، يعني مش اللعيب بس اللي عنده المهارة، برضو المدرب عنده المهارة، مهارة في الأداء، مهارة في قراية المباريات، في بناء الخطة اللي هيقود بها المباراة، مهارة في تطوير اللعيبة. شوف طور اللعيبة، التطور اللي حصل للعيبة ازاي، يعني اوديجارد يعني تطور رهيب في مستواه، مارتينيلي حاجة برضو تطور رهيب في مستوى مارتينيلي، توماس بارتي، توماس بارتي يعني أنا شايف إن هو حاليا في الوقت الحالي أفضل رقم 6 في العالم، أفضل رقم 6 في العالم. دي بالنسبة للمدربين. دي كانت وجهة نظري بصراحة، أنا يعني وجهة نظري وأنا حبيت أقولها لحضراتكم. اني بصراحه يعني زي مثلا الركراكي يعني مدرب المنتخب المغرب يقول جوارديولا العرب، يعني ماشي هل مثلا جوارديولا خد مسيره زي المسيره اللي خدها مثلا فيريكسون مع مانشستر يونايتد؟ ما استمرش. انا فاكر انه في فتره جوارديولا مع بايرن ميونخ فرانس بيكنباور طلع قال جوارديولا لعبنا كورة مملة، قال تصريح بنفس الأسلوب، جوارديولا لعبنا كورة مملة. ودول مش بتوع الكورة دي، ألمانيا ماكينات يعني. وتصريح زي ده لما يطلع من واحد زي فرانك بيكنباور لازم تاخد كده التصريح وتحلله مرة واثنين وثلاثة وألف، تعرف انه الناس دي بتفكر ازاي وبصل للمدرب ازاي. دي بالنسبة لجوارديولا. انا حبيت اتكلم واتكلمت امبارح في الفيديو بتاع امبارح على تشافي. في ناس كتيرة انتقدت موضوع ان انا بتكلم على تشافي، ان هو تشافي بيمر بفترة انتقالية وهو الشجاعة اللي عنده ان هو يمسك برشلونة في التوقيت ده. انا على ما اظن ان انا كتبت على الفيديو نفسه ظلم تشافي، ظلم تشافي لنفسه والبرشلونة. ده كان عنواني للفيديو بتاع امبارح. انا شايف ان هو ظلم نفسه، ظلم نفسه. ايقونة ويعني اسطورة من اساطير برشلونة عبر التاريخ بيحرج نفسه، مش حرج، انا لغاية دلوقتي بقول بيحرج نفسه. ما زال في مرحلة في في مرحلة الحرق لو استمر بالاسلوب دي. انا شايف من وجهة نظري برضو انه يعني بعد بطولة السوبر هتلعب في السعودية دي، لو يعني ما خدش البطولة دي هيمسك السريع. اه والله هيمسك السريع على طول، مش هي. اصل انا يعني انا حاسس وفاهم هو لابورتا يعني بيفكر ازاي. يعني انا واحد زي لابورتا، انا عملت الرافعات والوضع ده كله والحملة الاقتصادية اللي هو قادها هو وأليماني يعني، وبعد كده أطلع من دور الأبطال. ما برضو يعني كان ضربة قاسية، ضربة اقتصادية قاسية بالنسبة لبرشلونة ولابورتا وأليماني. بصراحة الأليماني ده راجل عبقري. يعني لو في حد مع منكم يعني عاوز يروح يتجوز في الأيام الصعبة دي ياخد أليماني دي، هيخلي العروسة هي اللي تدفع، خلي العروسة هي اللي، وهو كده تمام. المهم شايف انه يعني بطولة السوبر اللي جاية دي لو ما حققش يعني إدارة برشلونة مش هتقبل بالبطولة غير بالبطولة. أداء مشرف، أداء مش عارف ايه، ما لا ما يعني مش هتقبل غير بالبطولة. وأي حاجة تاني غير إنه يحقق السوبر الأسباني
زي ما قلت لحضراتكم بالبلدي كده هيمسك السريع على طول، مش هيستنى. ليه انا بتكلم كده على تشافي؟ تشافي يعني حاسس انه مفيش اداء يعني. هو نص الموسم اللي فات دي كان نص الموسم الثاني ده، نص الثاني من الموسم اللي انتهي، تمام، أدى وحصل على المركز الثاني ودخل دوري أبطال أوروبا وتمام. بس حصلت شوية حاجات كده أنا ما فهمتهاش يعني من تشافي. أولا أوبانيانج، هو إزاي وافق على إنه يفرط في لعيب زي ده؟ أنا ما أعرفش. لعيب هداف، أنا من وجهة نظري إن هو كان أفيد لبرشلونة من ليفاندوفسكي. هو حد يشتي اه ده وجهة نظري، ده وجهة نظر أنا إنه أوبانيانج كان أفيد لبرشلونة من ليفاندوفسكي. وبعدين أنت كنت جايبه بسعر يعني يعتبر جايبه ببلاش، يعني بدل ما كانت حط حاجة و40 ولا 50 مليون في ليفاندوفسكي وهو في سن 34 سنة. لا، أنا كنت خليت عندي أوبانيانج يعني. بدل ما أدفع أنا أروح أدفع 45 مليون يورو أو 50 مليون يورو في ليفاندوفسكي. ده هو جاء على فريق برشلونة وكانت مهمته الأساسية إنه يخش ببرشلونة دوري أبطال أوروبا. تمام، انتهى الموسم، قال من الإدارة وشاف. هل أنت ما كنتش شايف إنك أنت محتاج باك يمين؟ من أولوياتك باك يمين. طب أنت جددت لعثمان ديمبلي كجناح أيمن وأصريت على رافينيا. طيب، إصرارك على فيران توريس، هو لو في الخير ما كانش رمى الطير، ده مثل احنا بنقولوه عندنا في الصعيد، لو في الخير ما كانش رمى الطير. يعني هو لو في خير ما كانش شابه جوارديولي. هل انت هتتوقع انه جوارديولي لو كان شايف اي بصيص من الامل في فيران توريس كان سابه لبرشلونة؟ لا طبعا، ما كانش هيسيبه. جبيته انت ب55 مليون يورو، جبيته ب55 مليون يورو. بغض النظر ال 55 ده هتدفع دفعة واحدة أو على أقساط، بس في الآخر هيدفعها برشلونة، في الآخر هيدفعها. تمام. فين الباك اليمين؟ جايب لعيب بليرين أصلا منتهي، بقاله 3 سنين منتهي، هتعمل ايه بيه؟ استهلكت ماديا بسبب لعيبي. انا من وجهة نظري ان صفقة رافينيا صفقة غير ناجحة ولن تنجح، يعني صفقة غير ناجحة ولن تنجح. واي مدرب عمره ما هيحط رافينيا على حساب ديمبلي، مستحيل. احنا بنشوفه، يعني بنشوف كل ديمبلي لما بيلعب بيأدي ازاي يعني ديمبلي ده يعني لعيب بصراحة، يعني غريب، والله غريب. ديمبلي ما عندوش وسط، لا فوق خالص، لا ما عندوش وسط، لا تحت خالص. ديمبلي اعلى بكتير خالص من رافينيا. واي مدرب هيلاعب ديمبلي، مش هيلاعب رافينيا. رافينيا عنده بطء، احتفاظه بالكرة كتير كانت موجودة عند ديمبلي، لكن لما تخلص منه بيجي يلعب الكرة السهلة ويعرف امتى ألعب فرد وامتى ألعب جماعي، تحسن كتير. عنده ميزة أنا شايفها إن هي مش موجودة عند يعني معظم لعيبة العالم، يعني
هي يعني معظم لعيبة العالم مش موجودة فيها الميزة الموجودة اللي عند ديمبلي، ان هو بيلعب يعني بالقدمين. انا يعني مرة بيسألوا احد الصحفيين، يعني بيقول له انك انت لعبت كورنر برجلك اليمين، او شوت فاول برجلك اليمين. قال له ايوه انها دقيقة. قال له بعد كده في فاول تاني شوت برجلك شمال. قال لا عشان هي اكثر دقة. آه، غريب. يعني حتى انا والله لغايه دلوقتي انا بشوف في الماتشات يعني بيلعب كورنر برجله اليمين وكورنر الثاني برجله الشمال يعني. فلغايه دلوقتي ما حدش يعرف هو اصلا اشول ولا ايمن، يعني ما حدش يعرف. المهم انت المفروض يعني كتشافي انت مجرد ما انت جددت العثمان ديمبلي خلاص. انا مثلا 55 او 60 مليون يورو اللي اتدفعت في رافينيا كان ممكن اجيب بها باك يمين عالي. باك يمين كنت احاول مع اشرف حكيمي، كنت احاول مع مزراوي، آه، وان بيساكا بصراحة برضو حاجة عالية خالص يعني. بس انا يعني انا من وجهة نظري ان هو يعني ان واحد زي حكيمي دي حاجة يعني افضل باك يمين حاليا في العالم. ان كان عنده شوية تحفظات في الناحية الدفاعية، بس برضو مدرب لعيب عالي خالص في الباك اليمين. المهم جاب اللعيبة اللي هو عاوزها، وكوندي وكريستنسن. المهم جاب اللعيبة اللي هي المتاحة، سواء لعيبة بموافقته هو بترشيح من الإدارة أو بترشيحه هو. يعني إزاي؟ في لعيبة زي كريستنسن وكيسيه، دي لعيبة كان منتهى عقودهم يعني هيجوا مجاني. فالإدارة شرحت له الوضع، قلت له اللعيبة دول كريستنسن وكيسيه دول لعيبة منتهى عقودهم وممكن نجيبهم ببلاش. هو وافق، بس هل هو لو ما وافقش كان الإدارة هتصر إن هي تجيبه؟ لا، مش هتبقى عندها إصرار إن هي تجيبه. وفي لعيبة هو طلبها بالاسم زي كوندي وزي رافينيا برضه طلبه بالاسم، وزي ليفا برضه هو طلبه بالاسم. المهم بغض النظر جات التوليفة اللي هو عاوزها. برشلونة تعاقد مع برلين وكوندي، كيسيه، كريستنسن، رافينيا، ليفاندوفسكي. الناتج هتقول لي ان هو دلوقتي هو متصدر الدوري الاسباني معاك، بس مع كل تعثر لبرشلونة لو قابلوا في الناحية الثانية فوز للريال كنا هنشوف برشلونة بعيد بعيد. واحنا كناس بتحب تتفرج على برشلونة وناس بتحب برشلونة، انا لا اخفي سرا ان انا من عشاق برشلونة واكتر فرقة بحبها برشلونة. ان احنا مش يعني مش منبص للبطولة بس، لا، احنا بنبص للأداء قبل النتيجة. ولو عملنا أداء وكورتنا المعروفة وخسرنا ما نزعلش. في تصريح كان لأرسن فينجر، فبيقولوا له يعني انت بتشجع الريال ولا برشلونة؟ معروفة الكرة في العالم ريال وبرشلونة، زي في مصر أهلي وزمالك. قال من حقك أن تشجع الريال ولكن يجب أن تشاهد برشلونة. أنت من حقك أنك أنت تشجع الريال ولكن يجب أن تشاهد برشلونة. أسلوب خاص به، يعني أسلوب خاص به. وأي مدرب هيجي يغير الأسلوب دي مش هينجح. يعني أي مدرب يغير أسلوب طريقة لعب برشلونة مش هيلقى نفسه مكان جوه برشلونة أصلا يعني. بالتوفيق لتشافي، ومع بانتقادي ليه
ومع ذلك يعني أنا أكتر شخص في الكون أتمنى نجاح برشلونة، وإن برشلونة يبقى أحسن نادي في العالم وياخد كل البطولات على مدار السنين اللي جاية كلها. ده بالنسبة لبرشلونة. بالنسبة للريال، أنا كان في معايا قناة غردية بس ما حصلش نصيب فيها يعني واتحذفت. كان بداية الموسم السنة اللي فاتت، وأقسم بالله كنت لسه يعني الدوري الأسباني ملوش ماتشين كده، فعملت فيديو قلت فيه شوية حاجات كده معينة يعني. أنا بقسم بالله ده قلته، ولو الفيديو ده كان موجود معايا كنت نزلته ووريته لحضراتكم يعني. ده السنة اللي فاتت وقلت فيه إنه الريال مع أنشيلوتي هيعمل عظمة السنة دي، وفعلا عمل عظمة وفوق العظمة بشوية كمان. اتكلمت على بوكوتينيو، قلت إن هو مش هو المدرب على مستوى باريس، أو مش هو المدرب اللي يملى عين اللعيبة دي، ميسي ونيمار ومبابي وفيراتي والليلة الكبيرة دي. مش هو المدرب اللي يقدر يملى عين اللعيبة دي، أو اللعيبة دي تثق فيه، أو هو يقدر يدير غرفة الملابس الفرقة فيها نجوم زي كده. ويعني استدليت بأنه مانويل جوزيه ما كانش هو المدرب العبقري يعني، أو الفيلسوف يعني، لا لا، كان مدرب ذو إمكانيات كويسة، لكن سر نجاحه في شخصيته. سر نجاحه كان في شخصيته، كان عنده شخصية زي أبو تريكة وزي بركات وزي عماد متعب وجilberto وأحمد حسن وسيد معوض وإسلام الشاطر وأحمد بلال واللعيبة النجوم دي كلها، إنه يقدر يسيطر عليها ويقدر يدير غرفة الملابس دي أمر مش سهل يعني. يعني المهم مش عاوزين نخش إحنا في الدوري المصري دلوقتي، بس المهم يعني. وفعلا حصل إنه كوتينيو مشى آخر الموسم وما حققش غير الدوري الفرنسي، اللي هو أصلا كده كده بياخدوا باريس وهم لسه بيبتدوا يعني. وقلت إنه جوارديولا مش هيحقق دوري الأبطال بسبب تأليفه، وقلت إنه هيطلع جوارديولا من دوري الأبطال هو جوارديولا، وفعلا شفني في ماتش ريال مدريد اللي خسر جوارديولا هو جوارديولا، خسر جوارديولا هو جوارديولا. بالنسبة للريال السنة دي، الريال أنا شايف الريال مش هو الريال بتاع السنة اللي فاتت يعني. مش هو، حاسس إنه في حاجة غلط. بيكسب وبيعدي بس مش حاسه بنفس الحماسة وبنفس الأداء وبنفس الأسلوب بتاع السنة اللي فاتت. ده بالنسبة للدوري الأسباني. أنا ما بحبش أتكلم في الدوري الأسباني غير على برشلونة والريال. بالنسبة لأتلتيكو مدريد ما بحبوش عشان مش بحب سيميون، مدرب غلس، مدرب بيكتر المتعة، بيكتر كرة القدم، وده خطر على كرة القدم. سيميوني دي مدرب يعني ما بحبوش، بس ما اقدرش اتكلم عن واحد زي سيميوني اكتر من كده يعني. ده بالنسبة للدوري الاسباني. لو بصينا للدوري الانجليزي، احنا اتكلمنا في الدوري الانجليزي كان متطرق علينا، تطرقت للدوري الانجليزي عن طريق وصف جوارديولا وكده، لكن لو نبص السنة دي في الدوري الانجليزي نلقى بصراحة عظمة بيقدمها ارتيتي يعني. بصراحة يعني مدرب يعني حاسس انه زي العاطفة اللي كانت موجودة عند الناس
انه ميسي ياخد كاس العالم السنه دي. انا حاسس انه في برضه عاطفه، يعني انه ارسنال ياخد الدوري الانجليزي السنه دي بسبب اللي بيعمله ميكيل ارتيتا بصراحه. انا بسميه ان هو يعني بيحفر في الصخر باللعيبه دي، ويقدر يوازي ويناطح فرق كبيره زي مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي ومانشستر يونايتد. دي حاجه تحسب له بصراحه، وحاجه يعني ربنا ان شاء الله يكافئه بمجهوده ويحقق الدوري الانجليزي. مانشستر سيتي، انا شايف برضو ان مانشستر سيتي السنه دي اقل من السنه اللي فاتت، آه، كأداء وحتى كنتائج. يعني برضو في ماتشات كتيرة حسمها في آخر الماتشات، يعني في آخر المباريات وكأداء عامة، كأداء لما تيجي تبص على كأداء في الفريق برضو ما كانش، يعني مش هو الأداء اللي كان يقدمه السنة اللي فاتت خالص. آه، مع ذلك عنده زي بيسموه، مش عيب عندهم هناك، يعني هنسميها يعني ان هو تور هايج في عنبر سبعة. ده هالاند ده حاجة تحس ان هو مش بني ادم كده، يعني ده حاجة صعبة خالص كده. بس برضه انا حاسس ان هو مش هياخد الدوري الانجليزي السنة دي مانشستر سيتي. بصراحة نيوكاسل نيوكاسل بصراحة بيقدم اداء بطولي وعظمة، بطولي وعظمة بيقدمها نيوكاسل. وبرضه بتمنى انه فرقة زي، بص يعني الفرق دي اللي بتكافح في بداية الموسم وتوصل تعدي نص الموسم دلوقتي ومع تكافح وتوصل للمرحلة دي، الفرق دي لو ما وصلتش للحاجة اللي هي تتمناها او للمبتغاه بتزعل خالص. يعني انا فاكر في سنة كان فرقة زي ريال سوسداد بتنافس مع الريال لغاية آخر اللحظات، بس مش متذكر سنة كام بالظبط يعني، بس على ما أعتقد في الألفية. لما ما حققش الدوري الأسباني أنا زعلت جدا، مش عشان إن الريال خد الدوري، لا والله، لو كان حتى لو بينافس مع برشلونة أنا برضو كنت هتمنى إن الفرق دي مش يعني إيه، الفرق دي مش دايما هتقدم المستوى دي وهتقدم العظمة دي، مش كل سنة. لا، ليه ما عندهاش الامكانيات؟ يعني زي ليستر مثلا. ليستر حقق الدوري الانجليزي لما حسينا انه اسبوع ورا اسبوع، مباراه ورا مباراه، مانشستر سيتي ليستر سيتي متصدر ومع رانييري، كله كان يتمنى انه ليستر سيتي يحقق الدوري. ليه؟ انه الفرق دي مش يعني مش كل سنه هتبقى بالمستوى دي، ومش كل سنه هتقدم العظمه دي. فبصراحه كله كان يتمنى انه ليستر ياخد الدوري. زي السنه دي كله بيتمنى انه فرقه زي نيوكاسل تخش دوري الابطال، لانه تستحق وعملت اداء حلو تستحق. فبالتوفيق لهم ان شاء الله يعني. تنهاج بصراحه، يعني تنهاج دي مدرب محترم، ومش اي مدرب ابتدى البدايه بتاعته السنه دي مع مانشستر يونايتد بالهزائم الخدهي، وجت الضربة المش قاضية، يعني هي ما قضتش عليه، بالهزيمة ب6 من مانشستر سيتي، ويرجع ويعيد ترتيب البيت من أوله. فبصراحة المان يونايتد مع تنهاج أنا شايف إنه مش بس الموسم ده، يعني خلال موسمين تاني أو الموسم الجاي يعني هيرجع مانشستر يونايتد لمكانته، يعني زي ما كلوب رجع ليفربول لمكانته الطبيعية خلال موسمين أو 3 بالكثير، كان مرجع ليفربول لمكانته.
برضو انا متوقع انه تنهاج خلال موسمين بالكثير هيرجع مانشستر يونايتد او المان يونايتد لمكانته الطبيعيه ومكانته اللي كان عليها. توتنهام كونتي. توتنهام مع كونتي. اولا عاوز اتكلم على كونتي. انا شايف انه خطته انه يروح يدرب توتنهام خطوه للوراء. ده انا وجهة نظري ان هي خطوه للوراء. يعني توتنهام انت كمدرب ككونتي اول ما ابتديت مثلا في الاضواء مع الفرق الكبيره ابتديت مع يوفنتوس، حققت معاهم الدوري والكاس والسوبر. بعد كده مع تشيلسي، سيبك فترة المنتخب مع تشيلسي، انت رايح على تشيلسي، يعني مش رايح على تشيلسي، ومع ذلك خدت معاهم الدوري الانجليزي. فانا شايف انه وبعد كده بعد تشيلسي انت رحت على انتر ميلان في عز سيطرة وهيمنة يوفنتوس على الدوري الإيطالي، قدرت تاخد منهم الدوري الإيطالي مع الإنتر. فخطوة كونتي مع توتنهام أنا شايفها خطوة للوراء، وخطوة كانت غير محسوبة وغير مدروسة. أصل مهما أول حاجة توتنهام مش اللي هي مثلا الإدارة اللي هي مثلا إدارة هتصرف وتجيب لك لعيبي ويبقى عندها الطموح ان هي مثلا تنقل الفرقه دي نقله نوعيه تاني، زي مثلا باريس سان جيرمان لما تنقل نقله تاني خالص مع نصر الخليفي. لا، مش هتعمل كده. هي عاوزه تبقى من توب 6 او توب 5 فقط. فما عندهاش الطموح اللي هي مثلا ان انا مثلا اقدر لا انا هعمل مشروع طويل الامد، هجيب لعيبي، هصرف، هعمل مشروع كبير لا توتنهام مش في الحته دي. فاذا انت هتنحصر كمدرب هتنحصر على ايه؟ في لعيبه معينه وكواليتي معين. فهل الكواليتي دي وفين في الدوري الانجليزي؟ هل الكواليتي دي هيدخلك ان تقدر تحقق الدوري الانجليزي؟ لا طبعا. فهو الفكره في ايه؟ الفكره انه خطوه كونتي مع توتنهام خطوه للوراء. يعني مثلا نصر الخليفي لما جاء اشترى باريس سان جيرمان هيمنه مطلقه لليون ومارسيليا، كان حاط قدامه مشروع معين. ايه هو المشروع معين؟ ان انا هجيب لعيبي. انا فاكر تصريح لنصر الخليفي قال فيه اني هخلي الجماهير تتمنى مشاهدة تدريبات باريس، التدريبات بتاعته، وفعلا حصل. لكن توتنهام مش هتعمل كده. توتنهام لا هتجيب لعيبة ولا هتصرف ولا الكلام ده كله خالص. يعني المهم فيها خطوة لورا، وهيفضل توتنهام في المرحلة في الأماكن اللي هي إيه؟ توب 5 توب 6 ممكن توب 7 ممكن كمان توب 10 على حسب يعني المباريات وسير الدوري الانجليزي هيوديهم على فين. يعني ليفربول بصراحة ليفربول يعني الليفر امر محير مع كلوب. انا عملت فيديو اول امبارح لخصت فيه او قلت فيه خلاصة الكلام على ليفربول. ليفربول قوة الأداء اللي كان يقدمه ليفربول كانت تتمثل في الثلاثي القدام صلاح، ساديو ماني، فيرمينيو. امسك واحد زي فيرمينيو، على الورق هو المهاجم، لكن أثناء سير المباراة نفسها ركز كويس معه. بس أثناء سير المباراة نفسها بتلقى
فيرمينيو نازل على نص الملعب بيفضي المساحة لصلاح، بيفضي مساحة لساديو ماني، ومن الآخر كده كان فيرمينيو وساديو ماني بيخدموا على صلاح، وصلاح عنده من الموهبة وما عنده من المهارة اللي يقدر يحسم كل كورة وكل هجمة. ايه التغير اللي حصل السنة دي؟ التغير اللي حصل السنة دي أولا فيرمينيو طلع من التشكيل الأساسي وجبيت عبقرينو نونيز مهاجم صندوق، مهاجم صريح، مهاجم ثابت جوه ال 18. خرج منك ساديو ماني. طيب هل انت جبيت لعيب بمواصفات ساديو ماني؟ لا. او يقدر يأدي لك اللي بيأديه ساديو ماني؟ لا برضه. طيب بلعبك بنونيز كمهاجم بعت صلاح من منطقة ال 18 بيجي يلعب وينج يمين، صح. يبقى إذن صلاح معظم أوقات المباراة بعيد من ال 18، وصلاح من كله بيخدم عليه بالمعنى البلدي كده. بقيت غيرت من أدواره، خليته هو المطالب منه إنه يوصل نونيز، ودي مش بتاعت صلاح قوي يعني مش يعني أبو صلاح مش بتاعته قوي دي يعني. أبو صلاح بيحب إن هو لعيب يسند معاه، لعيب عنده من المهارة زي فيرمينيو يحط له الكورة في المكان الصح، ساديو ماني يحط له الكورة في المكان الصح. ساديو ماني أنت العضلات وأنا المخ. أيوه هو ده صلاح. غيرت أسلوب الخط الدفاع، هو الوسط هنتكلم عنه، الأطراف هنتكلم عنه، بس دي النقطة المفصلية والنقطة الأساسية، وبالبلد كده مربط الفرس. عدم جلبك أو تعاقدك للعيب بنفس مواصفات ساديو ماني أو أفضل، ما جبيتش. لعبك بنونيز مهاجم صريح وإبعاد صلاح عن منطقة ال 18 طول الوقت. السبب الثاني تغيير أدوار محمد صلاح من إنهاء هجمة إلى بداية هجمة، اللي بالبلد يعني أو الخلاصة يعني خليته إنه بدل ما هو يبتدي هجمة خليته هو اللي ينهي الهجمة، وعنده من المهارة والدقة اللي يقدر ينهي بها الهجمة، اللي إني طالب منه إنه هو اللي يصنع، ودي مش بتاعته. بجانب تراجع في مستوى أرنولد وروبرتسون، الاثنين دول كانوا يمثلوا ليفربول يعني. أي فرقة في العالم هتبص تلقى الباك اليمين مميز، لما الباك الشمال مميز. صعب تلقى فرقة الاتنين باكات فيهم اليمين والشمال مميزين جدا، ومش مميزين بس، الافضل يبقوا الافضل في العالم، الا ليفربول. السنين اللي فاتت كان هو يملك افضل باك يمين ارنولد، وافضل باك شمال روبرتسون. دي الحقيقي، ودي يعني انت لما تيجي تبص كده الفرقه زي برشلونه مثلا، كان برشلونه مميز فيها جوردي ألبا مثلا الايام اللي فاتت او الشهور اللي فاتت مثلا. قبل كده كان بيبقى مميز جدا ألفش، لكن باك الشمال كان ألبا كان متراجع مستوى، او بذلك كان اقل من، او على الاقل مش هو افضل باك شمال مثلا في العالم. الريال كان تلقى مثلا مارسيلو كان يبقى خد فتره افضل باك شمال، بس ما كانش لسه عندهم باك يمين. كان كارفاخال لسه في بدايته يعني. مثلا باريس عندهم باك اليمين مميز اشرف حكيمي، لكن ما عندهمش باك شمال. برنات مثلا ما كانش مميز يعني. الا ليفربول. خلينا في الدوري الانجليزي نفسه، من داخل الدوري الانجليزي نفسه تلقى مثلا
فرقة زي مثلا مانشستر يونايتد، لوك شو مميز لكن ما فيش باك يمين مثلا مميز. تشيلسي تلقى مثلا الباك اليمين مميز لكن ما عندهمش باك شمال مميز بعد خروج الونسو. تلقى مانشستر سيتي عندهم ووكر باك يمين مميز لكن الناحية الشمال متلصمة للصين بكانسيلو، وهكذا يعني وهكذا. لكن الا ليفربول كان الباك اليمين والباك الشمال هم الافضل في العالم، مش مميزين، الافضل في العالم، ده الافضل في مكانه وده الافضل في مكانه، كانوا مميزين جدا. فانت حصل تراجع في مستوى الاثنين، فبرضه رتم الفريق قل. تخش على نص الملعب، يعني نص الملعب يعني انا عاوز اقول انه من توب فايف او توب فايف اللي هم افضل 5 فرق في انجلترا، اقل خط وسط فيهم هو خط وسط ليفربول. يعني ما فيش حد مفتح العين شويه على بالبلدي زي ما احنا بنقوله كده غير تياجو بس. فيرمينيو فابينيو يعني تراجع حاد في مستواه. ميلنر دي انا مش عارف لغايه دلوقتي بيلعب ليه في ليفربول، ما معرفش. هندرسون بيمثل اللعيب التقليدي والكلاسيكي الانجليزي، بيلعب يعني لعيب مش هو اللي هو مميز او هو يعني. الحسنه الوحيده اللي كان يعملها هندرسون دي انه كان يغطي ورا صلاح، يلعب قدام، كان يلعب في نص الملعب يمين، الفجوه بين صلاح وبين ارنولد هو كان يغطيها بس، ادي اللي بيعمله لا اكتر ولا اقل. لكن انا شايف انه فان دايك في نفس مستواه، ماتيب مع انه على الله حكايته شويه بس يعني مأدي. دي كل اسباب سببت تراجع مستوى ليفربول. هل يتحملها كلها كلوب؟ لا. يعني هل يتحملها كلها كلوب؟ لا. كلوب يتحمل تغيير طريقة لعب، تغيير اسلوب لعب بس، لكن ما يتحملش تراجع مستوى لعيب. يعني تراجع مستوى روبرتسون وتراجع مستوى ارنولد ما يتحملش هو مسؤوليته، هو يعني ما يتحملش مسؤوليته. لكن هو يتحمل مسؤولية تغيير أسلوب اللعب في الشق الأمامي في الثلث الأخير، ده اللي هو اللي يتحمل مسؤوليته. إن أنا لعبت نونيز مهاجم، وأنا بعدت صلاح عن منطقة 18 دايما، وطلبت من صلاح إنه يبقى صانع لعب أكتر ما هو مهاجم ينهي لعب أو ينهي هجمة. ده بالنسبة لليفربول والدوري الإنجليزي. الدوري المصري، الدوري المصري الدوري المصري الأهلي مع كولر. دايما كنت بقول إنه الأهلي ليه أسلوب لعب وليه طريقة لعب ما ينفعش تتغير، وغير أسلوب اللعب وطريقة اللعب في مبدأ أساسي عند الأهلي عبر التاريخ، إنه دايما الأهلي يبقى فعل وليس ردة فعل، يبقى دايما فعل مش ردة فعل. كولر مخلي دايما الأهلي ردة فعل وليس فعل. يعني أنا مش شايف إن كولر هيضيف حاجة للنادي الأهلي. حقق لغاية دلوقتي أرقام انتصارات، يعني 12 انتصار من 15 مباراة، 3 تعادلات بدون هزيمة في كل البطولات اللي لعبها. حقق السوبر المصري ضد الزمالك، وانا من وجهة نظري انه يعني واحد زي فيريرا ده هو اللي ادى المباراة على طبق من الماظ لكولر. لما بشاهد الاهلي مع كولر
يعني انا اكتر حاجه بحبها في اي فريق، اكتر حاجه بحبها في اي فريق لما يكون في تقارب في الخطوط. الخطوط تبقى قريبه من بعض، في تقارب في الخطوط. بحس انه الاهلي مع كولر في تباعد، في تباعد كبير في الخطوط يعني بتاعت الفريق. ما بتوصلش. يعني دايما احنا مع كان مثلا مع فايلر او حتى سواريش اللي هو جا ومشى ده، ان انت بتوصل كتير لكن ما بتسجلش، بتضيع. احنا العكس مع كولر، احنا ما بنوصلش كتير، ما عندكش كثافة هجومية عالية. تاني حاجة اللعب الكتير في التشكيل دي انا ما بحبوش. يعني انا ما بحبش، انه انا بحب دايما يعني انه في تشكيلة تبقى ثابتة. هي ماشي هتبقى على حساب مثلا اللعيبة وحساب مثلا الإرهاق اللعيبي، لكن انت على الأقل في البدايات. ولما أغير يعني على البدايات لازم تبقى التشكيلة ثابتة، يحصل بينهم تناغم وتجانس وتفاهم، يحققوا لي نتائج مع أسلوب لعب وطريقة لعب معين، يحققوا لي نتائج. النتائج دي في البدايات هتريحني. لما أجي مثلا أحب أبدل أو أحب أعمل مداورة، أعمل مداورة بلعيب أو اتنين أثناء الترس يبقى شغال. يعني انا لما يبقى عندي 11 ترس شغالين تفاهموا وتجانسوا، لو حبيت لو غيرت ترس منهم هتمشي برضه. لما 11 ترس اغير منهم 4 5، لا هيبان الخلل، هيحصل خلل مع كل مباراة. وكل هنا اغير فرد وفردين وثلاثة، لا. يعني احنا لما نيجي نبص مثلا للعظمة اللي قدمها انشيلوتي مع ريال مدريد السنة اللي فاتت، اي واحد كده هو مغمض يقول لك كورتوا، ميليتو، وآلابا، كارفاخال، و والباك الشمال ده ناس اسمه، كاسيميرو، مودريتش، وكروز، وفينيسيوس، وبنزيمي، ورودريجو. ورودريجو كان ساعات يبدل مع اسينسيو. ده ثابتين. دي حاجة. المهم وخلاصة الموضوع يعني على كولر، عشان ما اطولش عليكم، عشان الفيديو ايه ما يبقاش بايخ. ان كولر آه ممكن يحقق بطولات، لكن مش هيحقق لك مشاهدة، متعة، اسلوب، لا. هو ليه اسلوب معين، اني بحب امن، مبقاش مندفع. ده الاسلوب بتاعي. لكن هو هيقدم لك كورة مثلا زي كورة فايلر في الاول، او لا لا، هو مش من نوعية المدربين دي. انا كنت متابعه في النمسا لما كان ماسك النمسا، كان برضو كان بنفس الوضع دي. و ويعني اسلوبه اصلا هو كده، مدرسته كده، اسلوبه كده. ان هو اسلوب اللي هو لا، انا مش مندفع، او ما احبش اللعب اللي هو الاندفاعي، او اللعب الهجومي، واللعب اللي هو التيكي تاكا اللي احنا بنحبها، او ب... بنحب نشوفها في الاهلي. لا، هو مش اسلوبه كده خالص. انا شايف بس انه مثلا محمد هاني بقاله ماتشين او ثلاثة حصل ليه تطور حلو. تطور يعني. على فكرة محمد هاني لعيب كويس خالص، لعيب يعني والله لعيب مش وحش يعني. بس هو اي لعيب بيحصل له فترة هبوط مستوى وبيرجع لمستوى تاني. بس هي طولت شوية مع محمد هاني يعني، وطولت بسبب احنا عارفينه، بسبب وجود اكرم توفيق. محدش هيقدر يلعب عليه، فعشان كده هي طولت فترة الهبوط في المستوى عند محمد هاني. شايف حسين الشحات برضه بيأدي أداء حلو. رجع الجزء من مستواه. محمد عبد المنعم ومحمود متولي ثنائية متفاهمة جدا، وثنائية صلبة جدا، وثنائية
دفاعية بحاجة ممتازة. والاتنين الميزة اللي فيهم اللي مش موجودة في باقي المدافعين في النادي الأهلي إن هم بيعرفوا يستخلصوا الكورة بدون فاول أو بنسبة أقل يعني. وعندهم الميزة اللي مش موجودة مع عند معظم المدافعين اللي هي يعرف يبتدي هجمة، يعرف يبتدي هجمة. علامة استفهام كبيرة خالص على أداء قفشة مع النادي الأهلي. تراجع حاد حاد جدا في مستواه مع النادي الأهلي. من وجهة نظري إنه برونو سافيو لعب عادي. دي وجهة نظري أنا إن هو لعب عادي. وفي لعيبة في الدوري المصري أفضل منه بكتير زي أحمد رفعت اللي هو موجود دلوقتي مع الجزيرة الإماراتي أو على ما أعتقد مع الجزيرة يعني. لعيب أفضل منه بكتير. كان ممكن إنك أنت تستغل الفلوس اللي اتدفعت في برونو سافيو في لعيب زي أحمد رفعت. أحمد عبد القادر ده بيفكرني بعثمان ديمبلي، لا إما عالي خالص لا إما عاوز تدخل له جوه الشاشة كده تتلفاه بصراحة يعني. والله لعيب صعب يعني. تحس مرة كده تحس إن هو لعيب عالي جدا ومرة تانية تحس إن هو يعني مش عارف تقول له إيه يعني. مش عاوز أقول كلمة يعني ما تنفعش يعني. محمد شريف. هو محمد شريف مش شايف هالاند مثلا قدامه عامل ازاي؟ ده هالاند هتحس ان هو عاوز ياكل المدافعين، ياكلهم كده بسنانه. مش شايفه يعني. مش شايف واحد زي ليفاندوفسكي عنده 34 سنة ويضرب ويلتحم واحتكاكات يعني مش شايف دي. يعني انا مش اللعيب اللي انا هروح ابص الكرة هستناها وراي. ايه ده يا عم ده؟ يعني ايه انت؟ ايه ده؟ انت هتخترع اسلوب جديد للمهاجمين يعني؟ هتخترع طريقة جديدة للمهاجمين يعني؟ هتكلم الكرة بالبلتوز يعني كده يعني؟ الكرة دلوقتي بقت التحام. احنا من شايفين اعظم لعيب في التاريخ ميسي بيلتحم ويتضرب ويضرب لكن ايه الاسلوب ده وايه الطريقة دي يعني؟ طريقة غريبة يعني. انا شايف انه مثلا واحد زي صلاح محسن لو كان خد الفرص اللي بياخدها مع محمد شريف كان بيبقى افضل منه بكتير. واحد زي حسام حسن لو خد فرص متتالية وماتشات متتالية هيبقى افضل من محمد شريف كتير يعني بصراحة يعني. الاهلي في يناير محتاج لعيبة. دي شيء غير قابل للنقاش ولا الجدال. انا شايف انه لازم يبقى في بديل على مستوى عالي مع علي معلول. ان احنا بعد ما علي معلول لو في حالة لا قدر الله اصابة او اي حاجة الاهلي هيبقى في ورطة جامدة. انه في الاول كان ممكن ان احنا بنلاعب ايمن اشرف. فايمن اشرف كانت رجله في الملعب كان يبقى بيلعب مساك. فكان دايما يبقى مثلا ايه رجله في الملعب. لكن دلوقتي ايمن اشرف مش بيلعب. فلو حصل لا قدر الله اصابه او اي حاجه لايمن اشرف لعلي معلول انت مش ما عندكش باك شمال يلعب. تدعيم خالد عبد الفتاح مدافع سموحه تدعيم كويس. انا شايف برضو انه لازم يبقى في لعيب رقم 10. لعيب رقم 10 داخل النادي الاهلي يبقى على الاقل بديل. انا شايف برضو انه واحد زي محمد محمود كان لازم ياخد فرصة بس هو المدرب ما عرفش ليه. والاهم من ده كله انه لازم يبقى عندك مهاجم بصراحة. خلاص انت ظلم لو انت مش مقتنع بحسام حسن يبقى سيبه يطلع اعارة او تبيعه. ومحمد شريف بصراحة انا شايفه انه هو مش هو لعيب النادي الاهلي. مش هو المهاجم بتاع النادي الاهلي. يعني ايه لعيب مثلا مهاجم النادي الاهلي والاهلي مثلا اقوى خط هجوم وهو جايب هدفين يعني؟ انا مش شايف ان هو مهاجم يعني يستحق انه يلعب في النادي الاهلي بصراحة. هو ادى فترة معينة الفرقة ساعدته وجاب اهداف وكان هداف وكده. لكن خلاص هو مش عارف يرجع لمستوى تاني او مش عارف يعرف يتأقلم باسلوب اللعب. والفرق الدوري دلوقتي بقت اسلوب قوي وعندها مدافعين تلتحم وبقت في خطط دفاعية. الزمالك طول عمره بنعرف ان هو بيلعب الكرة الهجومية ومع فيريرا ما يقدم كرة دفاعية بحتة يعني. فدي رأيي في كولر مع النادي الأهلي.
مش هقدر اقول اكتر من كده، انه كولر هقولها المرة التانية مش هيقدم لك المتعة اللي متعود بيها انت على النادي الاهلي، لكن هو هيقدر ممكن يحقق بطولات زي ما عمل في ماتش السوبر. يقدر يحقق بطولات لكن مش هيقدم لك المتعة اللي انت بتحب تشوفها من النادي الاهلي دايما. ودي بتختلف بين عد أذواق أو تختلف بين ذوق الجماهير وبين رأي الإدارة. لو هو مثلا هو دلوقتي ما دخلش في الاختبار الوحيد اللي دخله اللي هو المصري قدام الزمالك كسب 2-0. دي يعني ما خسرش بطولات. هل هي الإدارة مثلا عمره ما مثلا هتتعامل مع المدرب بالأداء، هتعامل بالبطولات. فبالتوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي كل فريق الدوري، لكن النادي الأهلي طبعا عشان أنا راجل أهلاوي وراجل بيحب النادي الأهلي. وبالتوفيق لجميع الأندية المصرية في البطولات الأفريقية، لكن بالنسبة للبطولات المحلية التوفيق للأهلي فقط إن شاء الله. ولازم أعمل زي ما بيقولوا كده كل بتوع اليوتيوب، متنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة عشان يوصلك إن شاء الله كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.